النهارده هنتكلم عن شخصيه عظيمه جدا، تعتبر من اعظم الشخصيات في التاريخ الاسلامي كله، واللي اثرت في حياتنا كمسلمين وفي التاريخ الاسلامي بشكل كبير. وطبعا احنا هنا بنتكلم عن عمرو بن العاص، احد اهم الصحابه، فاتح مصر واحد دهاة العرب. من شده ذكائه كان بيلقب بارطبون العرب، وارطبون ده كان احد قاده الرومان اللي كان بيشتهر بذكائه وحنكته. وعمرو بن العاص ما كانش بيختلف عنه، كان انسان ذكي قوي فطن لا يخشى الا الله. على ايده اتفتحت بلد زي مصر، وكان ليه دور مهم جدا في التاريخ الاسلامي. فتعالى بقى معايا احكي لك قصه عمرو بن العاص واللي عمله طول حياته. عمرو بن العاص اتولد سنة 173 ميلاديا تقريبا. اتولد في مكة في قبيلة قريش. أبوه كان العاص بن وائل اللي كان من أهم الناس في قريش، كان برضه من أغنيائها لأنه كان تاجر مهم جدا فيها، وبيسافر تقريبا كل البلدان المجاورة. أما أمه فهي النابغة بنت خزيمة. عمرو بن العاص كان معروف إنه ذكي جدا وعنده طموح كبير، وكان برضه من الشباب اللي عندهم نفوذ في مكة بسبب أمه وأبوه. كان سيدنا عمرو من أفصح الناس طبعا، بما إنه ابن حد مهم في قريش، فكانوا مهتمين جدا بتعليمه القراية والكتابة، وكان معروف عنه برضه فصاحته. وكان برضه بيكتب الشعر، وشعره كان كويس جدا لدرجة إن عمر بن الخطاب لما كان بيشوف حد بيتلجلج في كلامه كان بيقول سبحان الله، خلق هذا وخلق عمرو بن العاص واحد. وكان سيدنا عمرو بن العاص اسود العينين، ابلج اي مضيء، قصير القامه، عظيم الهيئه، واسع الفم، عظيم اللحيه، عظيم الفكين والقدمين. وكمان سيدنا عمرو اشتغل في التجاره زي ابوه، كان بيتاجر في بلاد كتيره زي ابوه برضه. كان بيروح ياخد البضاعه من اليمن والحبشه، وكان بيروح بيتاجر بيهم في الشام، وياخد البضاعه من الشام ويروح يبيعها في اليمن، وهكذا. وبسبب انه كان بيتاجر كتير جدا في البلدان دي، فعمل علاقات كويسه جدا مع ناس تقيله جدا في البلدان دي زي مثلا ملوك الحبشه. وكان برضه بيتقال في الجاهليه انه كان بيسافر مصر عشان يتاجر فيها. وفي مره من المرات راح اسكندريه واعجب جدا بمعمارها، ويمر الوقت تنزل رساله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل اسلام سيدنا عمرو كان بيكره الاسلام جدا زي معظم اهل قريش، وتحديدا ابوه اللي كان من اشد الكارهين للدعوه، لدرجه ان ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان اسمه عبد الله لما مات، العاص بن وائل كان من المستهزئين بالموضوع ده، وقال محمد ابتر لا يعيش له ذكر. وكان رد من الله سبحانه وتعالى في آية تتلى الى يوم القيامه، وهي الآية رقم 3 من سورة الكوثر، وهي إن شانئك هو الأبتر. ولما هشام بن العاص أخو عمرو أسلم، أبوه عرف وكان بيعذبه ويجلده، لحد ما هشام عرف يهرب وهاجر مع المسلمين إلى الحبشة أثناء الهجرة الأولى. وكان بيحاول سيدنا عمرو بن العاص في الأول إن هو يوقف الدعوة الإسلامية ويوقف انتشارها بأي طريقة ممكنة. يعني مثلا لما قريش عرفت المسلمين بيهاجروا من عندهم إلى الحبشة، ساعتها بعتوا عمرو وبعض من الناس عشان يروحوا يقنعوا النجاشي ملك الحبشة إن هو يسلم المسلمين. ولكن بسبب فصاحة جعفر بن أبي طالب قدر يقنع النجاشي انهم يفضلوا ويكونوا تحت حمايته. وفعلا رفض النجاشي ان هو يسلم المسلمين لعمرو بن العاص، وكذلك قريش، وكمان كانوا جايبين ليه هدايا كتير وردهم ليه. وكمان الناس كانت بتقول ان بسبب فصاحه جعفر بن ابي طالب النجاشي اسلم. حتى الموضوع وصل لدرجه ان سيدنا عمرو كان بيحارب ضد المسلمين في غزوه بدر وكمان غزوه احد. لكن ده مش معناه ان سيدنا عمرو كان شخص عادي، بالعكس كان شخص سياسي جدا وبارع جدا في الحروب، كان ليه دور مهم جدا في تحالف قريش ضد المسلمين. يعني احنا لو بنتكلم من الناحيه الحربيه، فكان سيدنا خالد بن الوليد كان واحد من اهم واذكى القاده الحربيين، ولو عايز تتفرج على الفيديو بتاعه هتلاقيه عندي برضه على القناه. ولكن من الناحيه السياسيه كان سيدنا عمرو لا مثيل له في السياسه، وده اللي هيخليه يكتسب بعض الالقاب زي ارطبون العرب وغيرها كتير. لكن الموضوع ما استمرش كده، ما فضلش عداوه سيدنا عمرو بن العاص مين كتير واسلم. ولكن اسلم ازاي؟ عمرو بن العاص أصلا في السنة الثامنة من الهجرة. إسلامه جه بعد تفكير طويل جدا. الموضوع كله كان بعد صلح الحديبية، لما راح سيدنا عمرو للنجاشي مرة تانية في الحبشة، ولكن المرة دي لقاه اعتنق الإسلام، وهناك اعتنق الإسلام على يد النجاشي، وخد سفينة للمدينة المنورة عشان يعلن هناك إسلامه. وفي طريقه قابل سيدنا خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، هما برضو كانوا رايحين على المدينة المنورة عشان يعلنوا إسلامهم. ولما دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن مكة قد ألقت إلينا أفلاد كبدها. وكمان لما أسلم سيدنا عمرو بن العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقربوا منه ويدنيه منه. قد بعث إليه يوما وقال له خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. قال فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه وقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. وكان عمر بن الخطاب يتعجب من عدم إسلام عمرو بن العاص مبكرا، فقال له لقد عجبت لك في ذهنك وعقلك، فكيف لم تكن من المهاجرين الأولين؟ فقال له عمرو ما أعجبك يا عمر من رجل قلبه بيد غيره لا يستطيع التخلص منه إلا إذا أراد الله الذي هو بيده. فده يوضح لينا أن سيدنا عمرو بعد ما أسلم كان من أهم المسلمين، وده برضه يوضح لينا مكانة سيدنا عمرو بين المسلمين وبين العرب، وإنه لما دخل الإسلام قدر إن هو يعز الإسلام وينصره. وبعد إسلام سيدنا عمرو شارك في حروب كتير جدا، إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى بعد حياة النبي. يعني مثلا شارك في حروب الردة اللي ظهرت بعد ارتداد كثير
كتير من مين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ما كانتش النهاية بل كانت البداية لفتوحات الإسلام على يد عمرو بن العاص اللي قاد وشارك في معارك كتير جدا في الشام، وكان قادر على فتح بلدان كتيرة جدا. ويمكن من أهم المناطق اللي اتفتحت على إيده وهي القدس، واللي كانت في الوقت ده تحت حكم الرومان. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين كانت القدس مكانة خاصة جدا عند المسلمين بسبب وجود فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين ومصر النبي وحائط البراق، وإن شاء الله هترجع قريب للمسلمين لأن نهاية اللي ما يتسموش قريبة. وده مش كلامي، ده كان اللي بيحصل دايما في التاريخ. وكانت فلسطين مطمع كبير جدا للكل بسبب أهميتها الكبيرة، لكن وعد الله إن هو ينتصر المسلمين على أعدائهم. لكن عشان ننتصر بس احنا محتاجين نفوق شوية، محتاجين نبقى مسلمين بجد زي الجيل الأول من الصحابة، وساعتها نقدر نهزم العدو. وزي ما كنا بنقول القدس ليها أهمية خاصة جدا عند المسلمين، وكذلك الشام برضو كان ليها أهمية كبيرة عند المسلمين، والاحاديث في ده كتير واللي اصلا ممكن يتعمل لها حلقه خاصه. عشان كده فتح الشام والقدس كان من اهم اولويات المسلمين وقتها، والحمد لله نجحوا في ده. ولكن دي برضو ما كانتش نهايه الفتوحات على يد عمرو بن العاص، ولكن كان في واحده من اهم الفتوحات وهي فتح مصر. ومصر وقتها برضه كانت تحت حكم الرومان اللي هم البيزنطيين. سيدنا عمرو شاف انها فرصه كبيره لنشر الاسلام وتوسيع الدوله الاسلاميه بسبب مكانه مصر الاستراتيجيه. انت لو احتليت مصر هتبقى مشرف على البحر الاحمر والبحر المتوسط ومسيطر على دوله كبيره وفيها موارد كتير هتفيدك. وغير كده كان الهدف الاساسي هو نشر الدعوه الاسلاميه وتخليص اهل مصر من بطش الرومان، وبرضه لتحقيق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر الصحابه بفتح مصر، واللي فعلا اتفتحت سنه 16 من الهجره بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات تقريبا. فعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. قال: فإذا رأيت رجلان يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. وبالفعل عمرو بن العاص جهز الجيش بتاعه وطلب من الخليفة في الوقت ده اللي هو كان عمر بن الخطاب إنه يسمح ليه بفتح مصر. وفعلا بعد تردد كبير من عمر بن الخطاب وافق وبدأ يتحرك فعلا عشان يفتح مصر. سنة 640 ميلاديا عمرو بن العاص دخل مصر بجيش صغير وبدأت معركة قوية جدا مع الرومان. أهم حاجة لازم نعرفها عن فتح مصر إن سيدنا عمرو كان بيعتمد على الذكاء أكتر بكتير من القوة العسكرية، وده ظهر في حصار حصن بابليون اللي كان أهم قلعة للرومان في مصر وقتها. استمر الحصار لمدة 7 شهور. سيدنا عمرو قدر يصمد بالرغم من عدد الجيش اللي كان قليل. في النهاية سيدنا عمرو تفاوض مع المقوقس حاكم مصر الروماني واتفقوا على تسليم الحصن بشرط إن الأقباط المصريين يفضلوا عايشين في سلام ويكون ليهم حقوق. ده اللي خلى المصريين يحبوا سيدنا عمرو ويعتبروه منقذ ليهم من ظلم الرومان. وفعلا كان الفتح الاسلامي من بعده كان سلام بالنسبه للاقباط مهما كانت ديانتهم هي ايه. وعشان تبقى فاهم فالاقباط هم سكان مصر مش المسيحيين زي ما بعض الناس فاكره، لكن المسيحيين اسمهم النصارى. بعد ما فتح عمرو رضي الله عنه مصر خليفه عمر بن الخطاب عينه والي على مصر. سيدنا عمرو بقى اول والي مسلم على مصر وبدا في تنظيم الدوله الجديده. بنى مدينه الفسطاط اللي بقت العاصمه الجديده وبدا ينظم شؤون البلاد. سيدنا عمرو كان عادل جدا وكان بيحرص ان المصريين اذا كانوا مسلمين ولا نصارى يعيشوا في سلام ويكون ليهم حقوق. قدر يحل مشاكل كتير جدا كانت موجوده ايام الرومان زي الضرائب العاليه اللي كان المصريين بيدفعوها، وده خلى المصريين يحبوه ويحترموه. وكمان عمرو بدا يبني بنيه تحتيه قويه لمصر زي شق الترع والمصارف وتنظيم الزراعه، وهو اللي فتح اول جامع في مصر، جامع عمرو بن العاص اللي لسه موجود لحد دلوقتي. ولكن بعد موت عمر بن الخطاب وتولي عثمان بن عفان الخلافة كان حصل خلاف بسيط بينه وبين عمرو بن العاص، وده ادى الى عزل عمرو عن حكم مصر. وبكده تكون انتهت اول فترة في حكم مصر لعمرو بن العاص. وليه بنقول اول مرة؟ لانه هو هيرجع تاني يحكم. وبعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان حصلت الفتنة الكبرى بين المسلمين. علي بن ابي طالب بقى الخليفة، لكن معاوية بن ابي سفيان رفض يبايع وطلب القصاص من قتله سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عمرو بن العاص انضم لمعسكر معاوية وسنده، والموضوع تطور لان هو وصل ان يكون في حروب بين صفوف المسلمين. وكان سيدنا عمرو بن العاص دور مهم جدا في معركه صفين اللي كانت بين جيش علي بن ابي طالب وجيش معاويه. المعركه دي كان سيدنا عمرو بن العاص هو العقل المدبر لمعسكر معاويه، وهو اللي اقترح رفع المصاحف على الرماح عشان يوقف القتال ويجبر الطرفين على التحكيم مره ثانيه عشان يوقف القتال بين المسلمين. وفعلا الموضوع انتهى بان معاويه بن ابي سفيان هو اللي بقى الخليفه. وبعد ما استقر الوضع لمعاويه وبقى الخليفه سيدنا عمرو بن العاص رجع تاني والي على مصر وفضل في المنصب ده لحد وفاته. سيدنا عمرو قضى اخر سنين حياته في الحكم وكان بيحاول يحافظ على استقرار مصر ونشر العدل. وكان في محاوله لاغتيال سيدنا عمرو بن العاص لما اجتمع 3 من الخوارج وقرروا ان هم يقتلوا سيدنا علي بن ابي طالب ومعاويه وكمان سيدنا عمرو بن العاص. وفعلا راح عبد الرحمن بن ملجم عشان يقتل علي بن ابي طالب وفعلا نجح وطعنه. وراح واحد اسمه الحجاج التميمي عشان يقتل معاويه لكنه فشل لانه اللي كان بيحاول يقتل عمرو بن العاص
وكان مستنيه خارج البيت بتاعه، ولكن سيدنا عمرو ما خرجش وقتها بسبب مرض اصابه. ولما حد تاني خرج مكان سيدنا عمر عشان يصلي بالناس، عمرو بن بكر قتله. ولما عرف ان هو مش عمرو بن العاص قال اردت عمرو والله اراد غير ذلك. وساعتها لما عرف عمرو بن العاص امر بضرب عنقه، قتله يعني. سيدنا عمرو بن العاص توفى سنه 43 هجريا حوالي 664 ميلاديا في مدينه الفسطاط اللي هو بناها تحديدا يوم 1 شوال اللي هو اول عيد الفطر. عمرو بن العاص كان واحد من اعظم القاده في التاريخ الاسلامي، وكان له دور كبير جدا في نشر الاسلام وفتح بلاد جديده. ودي كانت قصه حياه سيدنا عمرو بن العاص بشكل مختصر. اتمنى اكون فدتكم وبس كده. سلام.